السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ مرحبا بكم مع يومية ادم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم حبيباتي جيتكم باقتراح جديد، وصفه سهله اقتصاديه كما تعودتوا عليا دائما. راح ندير كيكه بذوق الليمون، راح تجي بزاف بنينه واكيد راح تعجبكم. ما تنساوش حبيباتي، الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم دعموني بجام وكومونتير، اللي مشي مشتركه تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. ونجوزو نشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا. نبداو بسم الله حبيباتي. الكيكه تاع اليوم راح يكونوا فيها 3 طبقات. نبداو بالطبقه الاولى ان شاء الله، من بعد نكملوا مع بعض. الطبقه الاولى فيها 2 حبات بيض يكونوا بحاره الغرفه ويكونوا بحجم كبير كما راكم تشوفوا. عندي نص كاس سكر، نص كاس قل من نص كاس شويه تاع الزيت، عندي كاس وربع فارينه، وحنعطيكم في الاخير الكيل اكزاكتومون شحال دات لي فارينه. عندي كيس خميره الحلويات، وعندي مبشور ليمون، وعندي ياغورت بذوق الليمون. راح ندير شويه لافاني في الاخير، تقدروا تستغناو عليها لافاني بما انه عندنا مبشور الليمون. يعني راح يكون فيها ذوق الليمون الكيكه تاعنا. يعني هنا اختياري، تحبوا ديروه ولا تحبوا تخدموا بليكستري تاع الليمون، راح يزيد لكم ذوق الكيكه. اول حاجه نخدمها هي البيض والسكر. قلنا نص كاس تاع السكر. هنا حبيباتي تحبوا تعوضوا الياغورت بالحليب، تقدروا ديروا نص كاس تاع حليب، ولكن ما تقدروش تنحيوا الليمون. اكيد لازم تكون الكيكه فيها مبشور الليمون باش تعطينا هذاك الذوق الشباب تاع الليمون. نبداو بسم الله. راح نخلط مليح مليح السكر والبيض ونرجع معاكم. بعد ما خلطت السكر والبيض مليح، راح نبدا نزيد في الزيت بالتدريج، نزيد ونخلط غير بشويه. راح نقسمو على 2 مرات ولا 3 ونخلط. بعد ما خلطت الزيت خياتي، راح نحط الياغورت وعلبه تاع الياغورت ذوق الليمون. راح تعطيكم مذاق بزاف بنين الكيكه. نتمنى انه تجربوها. خدكم الا حبيتوا تستغناو عليها عوضوها بنص كاس تاع حليب، لكن يعني من الافضل عفوا ديروا الياغورت بذوق الليمون. نزيد نحط المبشور تاع الليمون، نخلط خلط خفيف برك. راح نبدا نضيف في الفرينه حبيباتي بالتدريج. الفرينه تاعي راهي مغربله من الاحسن. هنايا ما راحش حندير مانيش حندير لافاني، نكتفي بالياغورت بذوق الليمون ومبشور الليمون، راح يعطوني ذوق شباب في الكيكه. راح ندير كيس تاع الخميره ونخلط. نكمل ما بقى هذا اللي بقى لي من الكاس الاول. نزيد نخلط خلط خفيف برك. نكتفي خياتي بكاس تاع فرينه. كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. كاس فرينه يكون كافي كيما راكم تشوفوا. هذا هو القوام اللي راني حباته باش في الاخر تعطينا نتيجه مليحه، تكون الكيكه تاعي خفيفه وتجي بنينه. هنايا نروح نوجد المول تاعي، نشعل الكوشه تاعي على 160 درجه ونرجع معكم. انا حنستعمل هذا المول البنات. نتوما استعملوا اي مول تفضلوه، تحبوا مربع ولا دائري ولا مستطيل، اللي حبيتوه استعملوه. راح نحط فيه الخليط تاع الكيك كما راكم تشوفون. نتمنى انه يكون باين القوام تاع الكيك. راح نحطوه يطيب على 160 درجه، ما تحطوهش بزاف لتحت حبيباتي، حطوه في الرف المتوسط، خلوه يطيب من تحت. كي تشوفوا الجوانب تاعو بداو ياخذوا اللون الذهبي، طلعوه للفوق باش يزيد يحمر شويه الوجه تاعو ويكون واجد. انا حطيت هنايا ورق الطهي في الاسفل. نتوما على حسب المول تاعكم، الا كان يلصق ما كان له تستعملوا، ديروا غير الزبده ولا والفرينه. انا نحطو يطيب البنات ونرجع معكم. رجعت معكم خياتي باش نوجدوا الكريمه اللي حنستعملها في تزيين الكيكه تاع الليمون. عندي هنايا كاس ونص غبره شونتيي، عندي كاس ناقص شويه تاع حليب يكون بارد بزاف، وعندي علبه من ياغورت بذوق الليمون اللي كيما اللي استعملتها في الكيكه. راح نخلط كل شيء مع بعض ونطلعها مليح. هنايا تحبوا الكريمه تاعكم تكون ثقيله ولا خفيفه، نتوما تتحكموا في الكميه نتاع الحليب. الا حبيتوا الكريمه تكون ثقيله نقصوا شويه من الكميه تاع الحليب. دوك نخلطهم كامل مع بعض، نطلعهم نحطهم في الثلاجه نخليهم يبردوا حتى الوقت وين يطيب الكيك تاعي يوجد ونرجع معكم. بعد ما طاب الكيك حبيباتي كان هذا هو الشكل تاعو كما راكم تشوفوا، يجي طالع ما شاء الله غير بزوج حبات بيض. حمرت الوجه تاعو غير شويه كما راكم تشوفوا، يعني ديروا بالكيردون هكذايا، تقبوا بالكيردون ولا بالموس، شوفوا اسكو طايب وناشف من الداخل. هنا خياتي راح نخليه يبرد لي غير شويه، من بعد نقلبوا في الطبسيل، نحيلو ورق الطهي ونعاود نرجعو عفوا في المول. راح نسقيه بشويه حليب ولا بالشربات كما تحبوا نتوما اللي تفضلوه، ومن بعد نخليه يبرد لي تماما باش ان شاء الله نزينو معاكم.
فوالا البنات، هذا هو شكل الكيك كيفاش يجي. شوفوا هنا قلبت ونحيت له ورقته، يجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجي طري، يجي اسفنجي. هنا مازالو سخون شويه، يعني لازم نديروا له الشربات ولا الحليب وهو سخون. راح نرجعوه هكذايا كيما كان، وراح نرشو من الفوق غير بشويه حليب بالبانسو، برك نرشوه غير بشويه حليب وهو يكون مازالو سخون شويه. الكيك تاعنا ماشي حتى كيبرد، والحليب ولا الشربات يكونوا باردين. راح نسقيه شويه ونرجع معكم من بعد. رجعت معكم البنات بعد ما وجدنا الكيكه تاعنا. سقيتها بالحليب، خليتها تبرد، والكريمه راهي تبرد. راح نوجدوا السوبر كريم بذوق الليمون، الطبقه الاخيره اللي نزينوا بها الكيكه. هنا الكيكه مازال ما زينتهاش، راهي تبرد فقط، من بعد نزينها معكم. راح نوجد الكريمه هكذا باش يكون كلش واجد قدامي. راح نسحق هنايا في السوبر كريم بذوق الليمون. راح نسحق كاس ماء، عندي كاس غربة سكر، عندي عصير نص حبة تاع الليمون، نص حبة قارص عصرتها وصفيتها باش يجيني سوبر كريم تاعي يجي شباب. عندي ملعقة كبيرة معمرة مليح تاع مايزينا، وراح ندير معاكم تانيك الملون باللون الاصفر باش يعطيني هذاك اللون تاع البرتقال. وهنا خليت هذا الكاس قدامي باش نوري لكم شحال سقيت الكيكه تاعي. كما شفتوا كان مملوء حتى لهنا، سقيته غير بالملعقه كما راكم تشوفوا. نحيت غير كميه قليله، واحد نص فنجان هكذا سقيتها به. هذا مكان. دوك هنايا واش راح نخدم؟ راح نحط الماء، وراح نحط السكر، راح نحط كل شيء مع بعض، راح نخلطهم بارد في بارد. من بعد نحطهم على نار قليله ونقعد نخلط حتى يذوب السكر وتتقل الكريمه تاعي. وفي الاخير راح ندير شويه ملون غذائي باللون الاصفر، وإلا حبيتو ديروا ليكستري تاع الليمون راح يزيد ينكه لكم الكريمه ويلونها في نفس الوقت. انا ما عنديش ليكستري تاع الليمون، لهذا راح ندير غير شويه ملون باللون الاصفر. راح نحطها على نار قليله ونبقى نخلط حتى تتقل الكريمه ديالي ونرجع معكم. انا رجعت معكم البنات بعد ما الكريمه تاعي كما راكم تشوفوا تقالت. تجي ما شاء الله، ما تجيش دقيقه بزاف، عفوا ما تجيش ثقيله بزاف. يعني كما راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون. دوك يتبرد تشوفوا القوام تاعها في الاخير كيفاش يرجع. هنا راح نفرخها برك في غيسيبيون، نخليها تبرد شويه ونروحوا نزينوا الكيكه تاعنا ان شاء الله. تجي بنينه هاد السوبر كريم، يعني هكذا تستغناو على السوبر كريم اللي تباع في المحلات. راح تطيبوها وحدكم في الدار وتزينوا بها الكيكات تاعكم، انواع تاع الكيكات تاعكم. نتمنى انه تعجبكم. نكملوا ان شاء الله نزينوا الكيكه تاعنا مع بعض. انا رجعت معكم البنات باش نزينوا الكيكه تاعنا مع بعض. هذه هي الكريمه اللي طلعناها كما راكم تشوفوا، خليتها بردت. راح نحط كميه اللي تحبوها حطوها فوق الكيكه تاعكم. راح نخلي كميه قليله باش نزين بها في الاخير، راح نحط شويه فوق الكيكه تاعي، نمشيها كامل من الفوق باش تعطيني شكل شباب. بعد ما كملت هنا حطيت لاشونتيي فوق الكيكه تاعي. لاشونتيي هذه اللي طلعناها بالياغورت بذوق الليمون، راح نحطها في الثلاجه تبرد لي مليح مليح باش كي نحط فوقها السوبر كريم بذوق الليمون اللي خدمناها مع بعض. هنا السوبر كريم راهي سخونه، درت لها شويه ملون غذائي باللون الاصفر كما راكم تشوفوا باش اللون تاعها يجيني صفر. راح نخليها هذه تبرد لي شويه برك، وهذه لازم تكون بارده بزاف بزاف هاد لاشونتيي باش نحطو فوقها السوبر كريم. نخليها تبرد ونرجع معكم. بعد ما بردت حبيباتي الكيكه تاعي مع الكريمه كما راكم تشوفوا، نحيتها من المول وزينتها بالكاوكاو ايفيلي محمص في لي كوتي كما راكم تشوفوا. ودوكا راح ندير لها سوبر كريم بذوق الليمون، راح ندير لها من فوق طبقه رقيقه. السوبر كريم تاعي راهي بارده كما راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي ما شاء الله. مشيوها كامل في الوجه من الفوق تاع الكيكه تاعكم غير بشويه. هنا الكريمه راهي بارده مليح، راح تساعدني باش نخدم السوبر كريم تاعي بطريقه سهله. بعد ما كملت وزعت كامل السوبر كريم تاعي فوق الكيكه، راح نخليها في الثلاجه حوالي 5 دقائق. من بعد نكمل التزيين ديالها بالكريمه اللي قعدت لي، كريم شونتيي اللي قعدت لي. راح نكمل التزيين تاعها من الفوق ونقسمها لكم باش نوري لكم الشكل النهائي تاعها. هنا الا قعدت لكم سوبر كريم، انا اللي قعدت لي شويه، تقدروا تحطوها في علبه وتحتفظوا بها في الثلاجه تزينوا بها الكيكات تاعكم ولا لي ترونش باتيسري الا حبيتوا تخدموهم. راح تجيكم يعني طريقه سهله بدون ما تشروها من المحلات.
نتمنى انه تجربوها وتردوا لي حبيباتي في لي كومونتير. هنا راح نخليها حوالي 5 دقائق في الثلاجه تشد روحها، من بعد نزينها ونوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. في هذه المرحله خياتي بعد ما بردت سوبر كريم اللي حطيناها من الفوق، خليتها غير 5 دقائق في الثلاجه بردت، زدت لها خطوط من سوبر كريم عفوا نفسها، زدت لها شويه شوكولا ولا زيدوا لها شويه كاكاو وديروها خطوط من الفوق كيما الخطوط تاع الملفاي، وزينوهم هكذا برك بالكيردون ولا بالموس كيما راكم تشوفوا. التزيين يبقى اختياري، تقدروا تخلوها غير بسوبر كريم وحدها. وراح ندير لها دوكا وريدات فقط من الكريمه الشونتيي اللي قعدت لي اللي درناها تحت هاد السوبر كريم. بعد ما كملت التزيين تاع كيكه الليمون اللي خدمناها كيف كان، هذا هو الشكل النهائي تاعها. كيكه بسيطه بمواد اقتصاديه، خرجت لنا كيكه ولا اروع. البنه تاعها بزاف بنينه تجي، يعني نتمنى ان تجربوها، تجي خفيفه هذيك الطبقه تاع الكيكه. والكريم شونتيي كي زدنا لها البطاطا الياغورت بذوق الليمون عطاتها ذوق رائع، نتمنى تجربوها. وعطيتكم طريقه باش تصنعوا سوبر كريم، يعني تصنعوها في المنزل بلا ما تشروها من برا، راح تعطيكم نتيجه رائعه كما راكم تشوفوا. نتمنى انه الكيكه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وفي الاخير راح نقسمها لكم، اكيد راح نخلي لكم الصور باش تشوفوا الشكل النهائي تاعها كيفاش يجي من الداخل، وتشوفوا القوام تاعها هكا باش تشجعوا ديروها ان شاء الله لولادكم. الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم خلوا لي جيم وكومونتير، اللي ماشي مشتركه تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. هاد الكيكات وانا تحطوها كتحليه، تقدروا تخدموها لعيد ميلاد تاع اولادكم ولا اي فرد من العائله تاعكم، راح تجي اقتصاديه وفي المنظر تاعها بزاف بنينه، والبنه تاعها هي الاهم انه تجي رائعه، يعني المذاق تاعها يجي ولا اروع. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي تهلاو في روحكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام، وما تنسوش تدعموني بلي جيم تاعكم. سلام خياتي.